ايه الفرق ما بين القبضه العاديه بالمسطره ولما اقلب ايديا كده والعبها ريفرس جريب؟ هل في فرق ولا مفيش؟ لو بصينا في تشريح عضله الترايسبس هنلاقي الثلاث رؤوس بينزلوا يمسكوا في نفس العظمه اللي هي عظمه الالنا، وده بيكون الانسيرشن اللي هو الطرف الثاني من العضله او نهايتها. لو ناخد بالنا من حركات البرونيشن والسوبيونيشن اللي هو وش ايدي يكون باصص لتحت او يطلع لفوق، اللي بيحصل هنا بالظبط ان عظمه الريديوس بتلف على عظمه الالنا، فهنا عظمه الالنا اللي ماسكه فيها الترايسبس بتفضل ثابته. ففي الحقيقه ما بتفرقش خالص سواء عملت ايدك كده او قلبتها الناحيه الثانيه، لان هنا التاثير كله بيكون جاي من عظمه الريديوس، فاللي بيتاثر معايا هو عضله البايسبس مش عضله الترايسبس، لان البايسبس بتكون ماسكه في الريديوس اللي هي بتتحرك، لكن الترايسبس بتكون ماسكه في الالنا، وهنا الالنا ثابته ما بتتحركش. فسواء انت عملت ايدك كده برونيشن او سوبيونيشن، في الحالتين الترايسبس مش هتتاثر ومش هيفرق معاك التفعيل خالص. نفس العضلات اللي هي اللاترال هيد والميديال هيد هيشتغلوا زي بعض. وجرب كده حط ايديك على البايسبس والترايسبس واقلب ايدك بالشكل ده لتحت ولفوق، هتلاقي عضله البايسبس شكلها بيتغير معاك، بتشد وترتخي، لكن عضله الترايسبس هتلاقيها شاده على طول وما بيحصلش فيها اي فروقات. بس بصراحه في فرق واحد ما بين القبضه العاديه والريفرس جريب، وهو هنا انت مش هتعرف تزود اوزان تقيله لان مفصل الريست ممكن يتعبك وساعتها ممكن يحصل لك اصابه. فمن الاخر خليك في العادي وفكك من الريفرس وبس كده. ما تنساش تعمل لايك اند فولو، اللي جاي كتير. سلام.